آه تفضل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا على المجهود الهائل اللي ربنا وحده هو اللي هيجازيكم عليه الحقيقة في الدفاع عن أهل السنة والجماعة وعن الإسلام. لكن معلش أنا ليا ملحوظة، الله يكرمك. أنا امبارح بقلب في القنوات فلقيت حاجة اسمها قناة أهل البيت، فسمعت طبعا كلام غريب جدا. يعني يا ريت انتوا حضرتكم كعلماء تختصوا بالرد عليهم. يعني جايبين بيقولوا أدلة الشيعة من القرآن الكريم ان بالإمامة لسيدنا علي، وجايبين أدلة من السنة. أدلتهم من القرآن طبعا كلام خطير بيهدم الدين تماما. يعني لما واحد، وللأسف أنا سمعت اسمه بيقول اسمه الدمرداش باين من مصر، أنا ذهلت يعني. فبيقول المهم معلش الله يرضى عليك يعني اسمعني، بيقول ان الآية اللي هي بتاعت والله بلغ ما أرسل إليك ومن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يقصد ان ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الناس بالإمامة. فده شيء خطير حضرتك ده يعني. فأنا أتمنى منكم الله يكرمك ان انتوا تمسكوا نقطة نقطة من أدلتهم وتردوا عليها رد عملي. الله يكرمك، ده موضوع خطير يعني. احسن من يعني ده مهم جدا في هيئة محاضرات تعلنوا عنها. الله يخليك تمسكوا نقطة نقطة. يعني هم بيقولوا ادلتهم من القرآن كذا كذا كذا، ادلتهم من السنة مش عارفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقضاكم علي، وحديث قم ولا قم حاجة زي كده. فيا ريت تمسكوا نقطة نقطة وتردوا عليه. هو ده احسن حاجة حضرتك لمحاربتهم، لان هم بيتكلموا اكيد ناس كتير سمعت زي ما انا سمعت. طبعا كلام خطير، ممكن عامة من السنة يسمعوا الكلام ده. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. تفضل يا أخ أبو محمد.